السلام عليكم. مرحبا بكم في قناتي. اليوم جبت لكم وصفة بطبوط محشي. بطبوط خفيف هشوش وبنين بزاف. نبداو على بركة الله. اولا نحضروا العجينة تاعنا. عندنا كيلة من السميد وزوج كيلات فرينة. انا الكيلة تاعي كيلت بالكأس، نتوما استخدموا الكيلة اللي تحبوا. عندي كاس سميد رطب، زوج كيسان فرينة، مغرفة كبيرة سكر، مغرفة لحظة. اللي ما عندهاش الحليب تاع اللحظة تقدر تستغنى عليه. نضيف ملعقة، حوالي نصف ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، ونضيفه ملعقة صغيرة من الملح. اللي ما عندهاش الحليب تاع اللحظة وباه يجيك الخبز تاعك هشوش، طمي العجينة بالحليب تاع الشكاير بدل ما تستعملي الماء. انا منا حطيت الحليب تاع اللحظة، العجينة راح نطمها بالماء الدافي. نخلطوا المكونات النواشف تاعنا جيدا، ونروح نضيفوا عليها ربع كأس من الزيت. تقدروا تستعملوا زيت الزيتون، راح يعطيها ذوق رائع. نخلطوا الزيت مع النواشف. بعدها نروح نجيبوا كأس من الماء الدافي. الماء حطوه بالتدريج باه ما تجيكمش العجينة جارية، مناش حابينها تكون جارية وفي نفس الوقت ما نخليوهاش يابسة، لازم تكون طرية. نضم العجينة تاعي بالعقل. كما راكم تشوفوا هنا راني كنت كبيت الكاس تاع الماء كامل وما زالت لي العجينة ناشفة. رحت جبت نصف كأس من الماء. الماء لازم يكون دافي، حطيت منه ربع كأس. الكمية هذه دات لي كاس وربع من الماء الدافئ. كما راكم تشوفوا العجينة راهي تتلاصق في يدي. نحاولوا نعجنوها شوية. كي تتلملي العجينة نحطوها في الإناء تاعنا ونغطيوها ونخليوها تختمر جيدا. نروح نوجدوا الحشو في مقلاة، نحطوا شوية زيت، نضيفوله حبة كبيرة من البصل. هذا الحشو بزاف بنين، استعملت فيه الخضر، أعطاته طعم رائع. بعد ما تقلات لي البصلة ضفت له حبة من الزرودية وحبة من الجريوات، كنت رحيتهم في الرحاية الرقيقة ونقليهم مليح مع البصلة. بعد ما يتقلاو لي نضيف لهم القليل من الملح والفلفل الأسود. ما استعملت حتى تابل آخر، لأنه الدجاج اللي أنا استعملت الدجاج المرحي تاعي كنت تبلته مسبقا. على هذا في الحشو تاعنا ما ضفتش توابل أخرى. نضيفو دجاج، تقدروا تستعملوا لحم مفروم كما تقدروا تخليو الحشو بالخضر برك، وفي الاخير تضيفوا عليه فرماج ولا طون، ولا تحبوا تخليوه بالخضر برك. بعدها ضفت له القليل من الطماطم، قليت مليح وطفيت على الحشو خليته يبرد. هنا العجينة تاعي بعد ما اختمرت لازم تخليو الحشو يبرد مليح البنات باه ما تحليكمش العجينة. هنا راح ندلكها قليلا، بعدها نروح نطرحها ونبداو نشكلو في البطبوط. البنات هنا في المرحلة هذه أنا طرحت العجينة كامل ومن بعد قطعتها لدوائر. نتوما تقدروا تستعملوا طريقة تاعي، كما تقدروا ديروا طريقة انكم العجينة تلوزوها كريات صغيرة وتطرحوا كل وحدة وحدها. هنا الطريقة ترجع لكم نتوما كيفاه تحبوا تخدموا. انا خيرت الطريقة السهلة، طرحت العجينة ضربة واحدة ومن بعد نروح نطبعها بهذا السارسو اللي عندي. نتوما طبعوا بالحجم اللي حبيتوه. نطبع كافة العجين، بعدها نبداو في تشكيل البطبوط. من جهة أخرى نكونوا حطينا المقلاة ولا طاجين تاع الحديد فوق الطابونة تسخن، لأنه العجينة راهي مختمرة ما راحش تدي وقت طويل. كما راكم تشوفوا طرحنا العجينة مليح، ما نخليوهاش خشينة لأنه راح تزيد تنتفخ في الطاجين. نجيبوا القليل من الحشو ونلموا الجوانب كما راكم تشوفوا في الصورة. حاولوا يديكم ما يقيسوش الزيت تاع الحشو، لأنه لو كان أطراف العجينة يقيسها الزيت راح تفتح لكم. لموها
الطريقة اللي راني نخدم بها العجينة مليح الحواشي تاعها، بعدها نحاولوا نشكلوها على شكل دائري، وبعد المرحلة هذه راح نرجعوها تخمر لمدة 10 دقائق. المهم احنا نشكلوا العجينة ونروحوا نحطوها تخمر بز ما نكملوا باقي الحبات تاعنا. والكمية هذه تقطع ما شاء الله، أنا دارت لي حوالي 16 حبة، والحبة لا بس شوية كبيرة. إذا قللتوا نتوما من الحجم تاعها راح تجيكم كمية أكبر، كما قلت لكم على حساب الطابع اللي تطبعوا به العجينة والله حجم الكريات. نزيدو نشكلوا حبة أخرى، تبعوا الطريقة وبإذن الله هذه الوصفة راهي ناجحة. الخبز يجي خفيف وطري، والحشو راهو بنين وصحي، فيه الخضر غنية بالفيتامينات والألياف للنساء اللي ولادهم ما ياكلوهمش الخضر. بالطريقة هذه ما راحيش يحسوا خلاص بالطعم تاع الزرودية والجريوات. انا وحده من الناس ما ناكلش الخضر اللي طايبه، بصح في الحشو بالطريقه هذه ناكل بلا ما نحس للطعم تاعهم. نكملوا باقي الحبات تاعنا، والحبة اللي تخدموها حطوها تحت طرشونة باه تكمل تختمر. هذه الوصفة كانت طلبتها متتبعة في القناة عزيزة ليا بزاف، عندها شحال من اللي طلبتها، ونقول لك حبيبتي سمحي لي على التأخير. الله غالب ظروف ما قدرتش نصور وننشر الوصفة، هذا وين كتب ربي. نتمنى تشوفي الفيديو وتعجبك الوصفة وتطبقيها وتنجح لك كما راكم تشوفوا البنات. هنا نكمل باقي العجين تاعي بعد ما اختمر لي، بعد ما حشيت كافة العجين وخمروا لي. الطاجين تاعي راح يسخن، نحاول نطرحوها باه نعاودو نحيو الاختمار تاع المرة الثانية ونبداو نطيبو في البطبوط تاعنا. هذه الوصفة راهي سهلة واقتصادية وما تديش الوقت، توجدوها في وقفة. كيما أنا بديت نخدم فيها قسمة خمرت لي العجينة وجدت لي نحشو، طيبتها في الوقت تاع الطياب تاعها ما تديش الوقت كامل، يا ربي 10 دقائق كملت كافة الكمية. لازم الطاجين تاعكم يكون ما يلصقش. والله المقلة، أنا طيبت في المقلة. انتوما إذا شايفين طاجين تاعكم والله المقلة تلصق، من الأفضل تدهنوها بالقليل من الزيت. كما راكم تشوفوا أني بديت نطيب في الحبات تاع البطبوط، نحطوا الحبة في الطاجين وندلكوها بالأطراف تاع الأصابع باه تطرح معنا قليلا، وما تغفلوش عليها يا البنات لانه يطيب بالخف. حطوه قلبوا. انا في الحبات تاعي الاولين تحمروا لي بزاف لاني غفلت عليهم. ما تديروش نفس الخطأ تاعي، خليو عينيكم عليها. البطبوط تاعكم فوق المقلة، ان النار من الافضل تكون متوسطه كما قلت لكم باه ما يتحرق لكمش. وحطوا الحبه تاع البطبوط تاعكم على الجهه اللي كنا قفلناها باه ما تفتح لكمش وهي طيب. نتيجة جات ما شاء الله كما راكم تشوفوا. البطبوط جا خفيف وبنين يهبل. نتمنى تعجبكم الوصفة، وإذا حبيتوا وصفات أخرى نشاركها معاكم خليوها لي في التعليقات. بعد ما طيبت حبات البطبوط تاعي
عاودت حمرتهم من الجوانب، وهذه كانت النتيجة النهائية لوصفة البطبوط. ان شاء الله تعجبكم الوصفة. ما تنساوش لايك وتشتركوا في القناة وكثروا لي من التعليقات. كل وحدة فيكم تخلي لي 5 تعليقات ولا 10 تعليقات باه يطلع الفيديو ويوصل لأكبر عدد من الناس. دعموني البنات باه نشارك معكم وصفات جديدة. هذه هي نتيجة البطبوط تاعنا. شوفوا القوام من داخل خفيف وطري، والحشو بنين واقتصادي في نفس الوقت. وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا على المشاهدة. إلى فيديو آخر. دمتم أوفياء وإلى اللقاء.